لو انا مثلا عندي موقع بينزل عليه الاخبار اول باول بتاعه المنصه او الشركه، فاول حاجه هعملها هحط بوت شبه براوس اي اي. ده دوره ان هو بيروح يجيب المقالات او اي كونتنت انت عايزه من الموقع، تمام، وده على اي موقع في الويب. فبعد ما بياخد الاخبار من هنا بيروح جاي منزلها على جوجل شيت، بعدين بتاخد الداتا دي من جوجل شيت وتوزعها على 3 اسيستنت جي بي تي او اسيستنت اي اي من جوه شات جي بي تي، وكل واحد فيهم بتديله دور. يعني ده مثلا متخصص في كتابه بوستات الفيسبوك بسكراتشر معين انت محفظه له، فبياخد الداتا من هنا يجهز بيها البوست بتاع الفيسبوك ويعمل له ببلش مع اللينك طبعا بتاع المصادر اللي انت عايزه. نفس الكلام ل اكس، بيكتب البوست ويببلشه على اكس. نفس الكلام للينكد ان، يكتب البوست ويببلشه على لينكد ان. دي هنا اي اي ورك فلو. الاي اي فين؟ في اللاين ده. يعني كل ده هنا ما فيهوش مخ، اللاين ده بس اللي فيه مخ. ليه؟ لان ده هنا اللي تقدر تغير فيه المدخلات، طريقه الكتابه، المعلومات اللي بيطلعها، المصادر اللي بيحطها. ودي يعني بيستخدموها شويه الشباب بتوع الافيليت والناس اللي بتشتغل اخبار والكلام من ده.